نصيحتي ليك ان انت لو مش مقتنع بالمنتج اللي انت بتبيعه، اياك تفكر تبيعه. طب امتى ابقى مضطر؟ لما اتعلم المنتج. تضطر تتعلم المنتج، تضطر تقتنع بيه، مش تقنع بيه العميل. اي منتج انت مقتنع بيه بنسبه كبيره، اي حاجه انت شايف ان فيها قيمه قصاد المال، المنتج دوت ثمنه 10 قروش وهو يسوى فعلا ال 10 قروش دولت، ما فيهوش جزء كبير من رفع السعر المبالغ فيه، لا، تقدر بسهوله جدا ان انت تقتنع بيه. تقدر ان انت حتى تناقش مديرينك لو السعر فيه مشكله، يا جماعه لا احنا السعر ده غالي جدا فنحاول ان احنا نرخصه، او ادوني امكانيات زياده نقدر نقنع بيها العملاء عشان خاطر تسوى السعر ده، او نعمل ريسيرش على السوق ونشوف المنتجات اللي شبهه في السوق سعرها عامل ازاي، فهل احنا سعرنا اعلى او اقل. بدل ما انت تبيع منتج انت مش مقتنع بيه، ابذل وقتك ومجهودك في ان انت تقتنع بالمنتج الاول ثم تقرر ان انت تبيعه ولا لا. قدرت تقنع نفسك بيعه، ما قدرتش تقنع نفسك يبقى المنتج ده مش شبهك، ومش المفروض ان انت تبقى بتشتغل عليه باي شكل من الاشكال، صدقني.